تصنيف البوليساريو كجماعة إرهابية. هذا هو المراد ديالنا كمغرب، وأيضا موريتانيا تتوق. فايتين قلنا لكم واحد التقرير على أن موريتانيا راه متورطة في المخدرات، وأجهزة ديال الدولة ديالها لا الجيش ولا كل شيء متورط في بيع المخدرات في موريتانيا. أن الولايات المتحدة الأمريكية بصدد إعداد واحد القرار غادي يصنف البوليزاريو ضمن لائحة الجماعات الإرهابية، ومعلومات كتقول بأن القرار راه الآن كاين عند الرئيس. كنعرفوا هذه القضية، الولايات المتحدة الأمريكية تخرج دائما واحد اللائحة ديال الجماعات الإرهابية والأشخاص تخرجوا. انت طول عمرك بتفكر غلط، انا مش عجباني دماغك دي، انت بتحلك فين؟ يبدو أن الوضع الإقليمي والوضع في مخيمات تيندوف ينذر بأن جبهة البوليزاريو أصبحت الآن في وضع خطير جدا، وهذا يتطلب بأنها أصبحت قريبة من أن تصنف من قبل المنظمة الدولي أو تصنف بأنك منظمة إرهابية. مجموعة من الدول بدات كتصيغ واحد الصياغة باش يعتبروا البوليساريو كجماعة إرهابية. دعوة مسؤول أمريكي سابق إلى محاسبة الجزائر وإدراج البوليزاريو في قائمة الإرهاب. مفاجأة جميلة جدا، شي حاجة اللي طالما انتظرناها. كنا كننتظروا تصنيف البوليزاريو جماعة إرهابية، ولا قلت لكم دابا الآن أنها فرنسا قبل زيارة ماكرون المغرب غدير واحد الخطوة ثقيلة جدا، وأنها الآن تصنف البوليزاريو جماعة إرهابية. شوية كاين هنايا درت لكم جوج جريدات اللي خرجوا هذا الخبر هذا. تحركات أوروبية لتنصيف البوليساريو في خانة الإرهاب. ثانيا الاتحاد الأوروبي يقترب من إعلان جبهة البوليساريو جماعة إرهابية. طوش واش قال؟ نضرب حيث شئنا ومتى شئنا، وهذا يأكد على أن هذا إرهابي، والتنظيم نتاعه أو الحركة نتاعه حركة إرهابية. هادو سي دي تيروريست، هؤلاء سي دي تيروريست. بوليزاريو حركة إرهابية. الولايات المتحدة الأمريكية اليوم وعبر مجموعة من الإشارات اللي بدأ كيتمهد لهذه واحد الشهر تقريبا الوصول إلى تصنيف البوليساريو. نسمع اللقطة نتاع الرن نتاعك هنا. البوليساريو منظمة إرهابية. القرار هو موجود الآن على المكتب ديال بايدن. منظمة إرهابية في الصحراء الغربية تستعمل الإرهاب لزعزعة استقرار الجار المغربي. يزيد هذا النائب، نذكر هذا كان نائب عام أمريكي في أريزونا، عنده الحق ببريط المهبول. رانا في الأريزونا في التريتوار سيو في عام 1863. في تقديري ومن خلال كل هذه المعطيات أنه مسألة تصنيف جبهة البوليزاريو وتحديدا جناح العسكري في قائمة الإرهاب مسألة وقت فقط. فقد حسم الأمر عند كثير من الدول خاصة لدى الولايات المتحدة الأمريكية. الواطي لما تكشفه يبجح، ولما تواجهه يقبح، ولما تسيبه وتمشي يلقح، ويدور على عدوك يقعد معاه ويسبح. رسميا البوليزاريو منظمة إرهابية. البوليزاريو نقدر نقول حكمت على راسها بالإعدام، أو ربما شي حد آخر حكم لها بالإعدام، لكن البوليزاريو الآن منظمة إرهابية رسميا. طاحت في الفخ وهناك كارثة. أي شد روحك مليح. نشوفوا اشنو قال صالح تامك ونوضحوا هذه الامور باش ما تكونش عندنا واحد النظره خاطئه.
قال محمد صالح التامك المندوب العام لإدارة السجون وإعادة الإدماج إن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية لسنة 2022 حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب لا يبشر بالخير، موردا أن وزارة الخارجية الأمريكية أبدت تراجعا مفاجئا عن مواقفها الإيجابية التي ما فتئت تعبر عنها في السابق تجاه المملكة المغربية. ولفت كذلك محمد صالح التامك إلى أن ذلك يعد تناقضا صارخا مع ما أبدته وزارة الخارجية الأمريكية من آراء إيجابية طيلة السنوات الأخيرة، حيث تنكرت لمواقفها المعتادة حيال المغرب وأصرت على نشر تقرير جائر بالنظر لما تضمنه من مغالطات وافتراءات من شأنها المساس بالمصالح العليا للمملكة المغربية. كيضيف التامك أما بخصوص قضية الصحراء المغربية حسب المسؤول عينه فقد تراجعت الولايات المتحدة الأمريكية بشكل غامض عن مواقفها الإيجابية عقب إعلانها سيادة المغرب على صحرائه، حيث ذهبت وزارة الخارجية الأمريكية إلى حد اعتبار جبهة البوليزاريو حركة تحرير. راه كيقولوا لنا الزمان دير عشك وعش الغير لا توالف، غدا يبان مولعش وتبقى بين العشوش تالف. عاودني منك حبيبي كلب دا كنت تضحك ويشرب دمك وجابك هالقريه ما يشليك. رجع لعند خوتك. هات القوة يا ابو قلبي يا ابني، الكلاب يموتوا هاملين، ما توسخش يدك بدم كلب. صدمة كبيرة يا والقلب يا كان ديجا في حيرة قلبي، كان ديجا في حيرة العمر كوية الحيرة قلبي كوية الحيرة، وزرت ولي زرة والرياح جر هرسيانا يا ما لقيتلوش بيرا كسري ما لقيتلوش بيرا. تحيا الجزائر.